هل بتقدر تحميه من الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية؟ هل بتقدر تحميه من المجتمع وأوبال المجتمع؟ هل بتقدر تحميه حتى من نفسه ومن أفكاره ومن جيناته اللي توارثها منك؟ يعني مثلا كمثال بسيط، أنا عندي تاريخ بعائلتي بالأمراض الاكتئابية، ورثتها. أنا إنسانة مريضة اكتئاب، عندي مشاكل بإفراز بعض الهرمونات بالدماغ، ورثتها عن عمتي. طب أنا اخترت هذا الشيء؟ أنا ما اخترته، فرض علي. طب ليش لحتى ورثه لحدا تاني كمان هذا الاضطراب مثلا؟ وهذا يعني المشكلة أنه هي متشعبة جدا، ولذلك أنا بقول هو عمل لا أخلاقي، لأنه هو سلسلة كتير طويلة من الأشياء الذي أنت تقف عاجز عن حماية ابنك، وهو يقف عاجز على أنه لماذا نحن هنا بس. هو أنا عندي رَد على الكلام ده، بس عشان برضه ما نتأخّرش على الناس، لإن أنا عندي وجهة نظر بقى العكس خالص، يعني أنا عندي وجهة نظر إن اللا إنجابي ده هو الإنسان أناني جدًا، وهاقول لِك ليه، بدليل بس بدليل استني، هاقول لِك، بس أنا فعلًا مش عايزة آخُد المايك من الناس كتير، فخلّينا نروح لفارس، وإحنا كده قاعدين ما وراناش حاجة يعني. فارس موجود؟ تمام، معاكِ. باشكرِك اتفضل. طبعًا إنِّك فتحتِ الموضوع دوّة، وهو موضوع مهم جدًا. لأ، أنا طبعًا مع اللا إنجابية أصلًا، وهاقول لكم ليه ببساطة. يعني هاحكي لكم كذا واقعة. أنا باشتغل في طب خدمة ثواني يا فارس، عايزة أقول حاجة. يا إنجابيين يا اتفضلي. اللي تحت، ما تسيبونيش لوحدي فوق مع اللا إنجابيين. الروم من ساعة ما فتحتها وهي لا إنجابيين لا إنجابي، أنتم سايبينّي فوق لوحدي لا، أنا وقاعدين كلّكم جنبك يا تحت. حورية، أنا جنبك، هيني أنا معطيك السبورت، أنا أنت إنجابي جنبي، بس زيك. أنت ما يا إنجابيين اطلعوا، يعني ما مش معقولة، مش معقولة أنا قاعدة لوحدي باحارب يعني، كل ما يطلع لي واحد يقول لي أنا لا إنجابي. اتفضل يا أيوه، فارس، قبل أنا ما إحنا كنت لا باقول تتفضلي الأمل شكرًا. فيه. نستمتع بعد بنخلّي الحديث طويل معاهم، تعطونا مجال. حاضر والله، أنا حطيت rule أهوّة، يا فؤاد جماعة المداخلة. حاجة، فؤاد مش معك. ما أنا والله الrule أهوّة، المداخلة مش هتاخد أكتر من 5 دقايق، أي مداخلة جاية مش هتاخد أكتر من 5 دقايق، هي مداخلة اللي هيتكلم والتعليقات عليه كمان. فاتفضل يا فارس. طيب مجازًا هو أنا باشتغل في خدمة المعوّقين. هاحكي لكم حكاية بسيطة في هاحاول ألمّها بسرعة جدًا. في أحد محافظات مصر، في واحد كفيف اتجوّز، والراجل جاب 4 مكفوفين وواحد بيشوف. الحكاية دي حقيقية بجد موجودة يعني. ال4 مكفوفين دول كبروا واتجوّزوا وجابوا هم كمان مكفوفين، والمكفوفين اتجوّزوا وجابوا مكفوفين. ده مش مبالغة اللي أنا باقوله، لدرجة إن أنا لمّا باقابل صديقي اللي أنا باخدمه، باقول له: "يا ابني أنتم فاتحين جمعية لرعاية المكفوفين لوحدكم، أنتم team لوحدكم." وده حقيقي. هنا السؤال اللي أنا عايز أطرحه: طيب حضرتك وقّف. لأ، أصل أنا سعادتي في إن أنا أجيب أطفال. يا باشا هات أطفال. أنت لقيت طفل على سبيل المثال حصل فيه حاجة زي كده، ارجع للطب شوف. مش عارف يبقى توقّف. فكرة إن أنا أبني سعادتي على شقاء الآخرين دي جريمة، جريمة، جريمة يعني. أنا لو مسؤول عن حاجة زي كده ممكن أرفع قضية على الناس دي، لأن هم تسببوا في شقاء ناس كتير. يعني ناس ما تقلش عن مثلا بأولادهم بأجيالهم، مش أقل من 10 15 واحد، حاجة في الحتة دي كده. ما سوري يا حسبتهمش فارس، بالظبط. يعني هترفع قضية على إنسان قرر إن هو يستخدم جهازه آه التناسلي اللي هو موجود في جسمه؟ آه 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 أوكي، كمّل يا فارس. بجد أقول لك ليه. لأني أنا عايز أقول لك، أنت طبعا مصرية. ما تقنعنيش إن في رعاية للمعوقين أصلا. المجتمع ما بيتعاملش مع الإنسان المكتمل الحواس بطريقة صح، فما بالك بالإنسان اللي عنده مشكلة معينة. يتعامل معاه بقسوة وتعب ومعاناة بشكل لا يكفي إنه بيبقى مقاد بالآخرين. دي في حد ذاتها كارثة، إنه مقاد بالآخرين. لو ما لقاش حد يساعده هيطلع في المجتمع مش فاهم، مش منظم، شوارع مش مرتبة ليه، فممكن يتخبط يموت. مش مشكلة، مش قضية بقى، عدّى وراح، ما فيش مشكلة. فأنا بابني سعادتي. الراجل فضل يخلّف عيال لغاية ما قدر يجيب واحد بيشوف. يعني خلّف 4 مكفوفين في الأول عشان قدر يجيب واحد بيشوف بس. طب ما هو بعض الناس وبالتب ممكن تقول لك مثلًا إن إحنا ممكن نتغلب على ده وهو جنين، لو لقينا فيه تشوهات ينزّلوه، الإجهاض يعني مثلًا، بعض الناس ممكن تقول لك ده آآ حل.
تمام. الكلام ده يعني بُصّي ببساطة لو إحنا في مجتمع راقي، يعني اللي هو المجتمع اللي بيفحص الأم والجنين والزوج والزوجة فحص جيد طيب يعني أنت والفحص جيني مع الإنجابية في ظل وجود أو ظروف بيئية تسمح ب ب ما ب هو ما فيش بحياة ظروف الطفل. ما أنا الحتّة دي بقى التانية اللي أنا هاقول لِك لأ ليه بقى، مش معاها في كل المقاييس. في حد كان قال مداخلة إنه أنا أجيب مناخ كويس والكلام ده، أنتِ ردّيتِ عليه رَد مختصر وكان جميل، ما فيش حاجة تضمن ده. يعني أنا أعرف صديق صارف على ابنه ومراعيه وصاحبه وصديقه وبيصادقوا وبيقعدوا يلعبوا مع بعض وبيهزروا يعني كل المناخ الملائم لتربية واحد صالح للمجتمع كان متوفر، وعلى الرغم من كده الولد ده أدمن مخدرات ودخل والده وعايز أقول لك في مصايب، ماشي، مع إنه وفي ولاد هو تانيين حرفيا عمل كل حاجة. مخلّيين رقبة أهاليهم في السما من أنا الإنجازات ما بختلفش، أنا إمم. مش عايز ألعب في اللا مضمون، في الاحتمالية، احتمال واحتمال. أصل هي حتة إن كلّها يكون القلب احتمالية، ما أصل كلّها احتمالية يا فارس. ما أنا معاكِ، بُصّي أنا آخر جملة هاقولها ببساطة صدقيني، لو في مصر إحنا 120 مليون، إذا افترضنا إن نصهم متجوزين، ونُص اللي متجوزين دول قرروا إنهم يبقوا لا إنجابيين، على فكرة ده هيفيد المجتمع مش هيضره، ده بدون مبالغة، لإن بالمناسبة إحنا بنستخدم الإنجاب عايز أقول لِك بجد، بجد بننجب ناس لتعذيبهم، يعني حتى اللي مولودين أسوياء. لمّا تلاقي واحد بيتجوّز ويخلّف مثلًا 10 وده بيحصل و8 و7 و4 ويسيبهم في الشارع، تخيل لمّا تلاقي طفل عنده 7